في انواع جبن كده بتبقى غاليه قوي، عملنا منها قبل كده الماسكربون وعملنا حلقه تانية عن الموتزاريلا، والنهارده هنكمل السلسله وهعمل لكم الجبنه الحلوم، ومن الشرش بتاع اللبن هنعمل الجبنه ريكوتا او الجبنه القريش. الوصفتين في منتهى السهوله، وبرغم من كده هتلاقوهم بيتباعوا بره غاليين جدا. ولو رحتوا كافيه طلبتوا ساندوتش جبنه حلوم مثلا مشويه او سلطه جبنه حلوم هتلاقوها بتتباع غاليه جدا. فيلا بينا نعملها في البيت. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي رشا سمير. لو حبيتوا وصفه النهارده اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدا. اول حاجه عندي 5 لتر حليب. الحليب اللي بستعمله يا اما حليب طازه، ممكن ما يكونش مبستر خالص، او مبستر بس مش البستره اللي هي على حراره عاليه جدا. مش عايزه الحليب الكرتون، عايزه الحليب اللي صلاحيته اسبوع بالكتير وخلاص، مش الحليب اللي بيقعد شهور. او حليب طازه مش مبستر خالص، لان احنا كده كده لما هنيجي نعالج الجبنه لازم هنعالجها بحراره عاليه وهتتبستر معانا طبيعي. هحطه على النار لحد ما يدفى، يعني يبقى دافي استحمله جدا عادي جدا، اقدر اغسل بيه حتى وشي يعني. لو عندكم ترمومتر يبقى افضل درجه حراره ليها هي ال35، ممكن تزيد شويه، يعني في ناس بتوصلها لل40 بس الافضل هي ال35. عندي بقى ربع قرص منفعه. القرص عندي بيعمل 25 كيلو، ففرضا هنفترض ان دولت يعني مش هتفرق قوي. الربع قرص ممكن تحطوه عادي، مش لازم يعني يبقوا 6 كيلو وشويه علشان ينفع ربع قرص. هدوب الربع قرص ده في شويه ميه صغيرين وهحطهم على الحليب وهقلب لمده دقيقتين عشان اتاكد انه اختلط كويس، وبعد كده هسيبه بقى يبطل حركه خالص وهروح مغطياه. انا بغطيه كمان بفوطه عشان عندي برد. لو عندكم درجه حراره عاديه في المطبخ مش لازم تغطوه. وطبعا المنفعه بتختلف من نوع لنوع، المقدار بتاعها بيختلف، وكل نوع منفعه بيبقى مكتوب نستعمل قد ايه بالظبط. انا سبته حوالي ساعه ونص لحد ما يجبن معايا. في منفعه ممكن تبقى اسرع من كده تقعد نص ساعه، في منفعه تطول اكتر من كده ساعتين، على حسب نوع المنفعه ودرجه حراره الحليب ودرجه حراره الغرفه اللي فيها الحليب. يعني كل دي عوامل بتاثر في التجبين وسرعته. بدأت تجبن معايا خلاص، هقطعها بقى بالسكينة، والتقطيعة دي مهمة قوي عشان تخلي المصل أو الشرش بتاع اللبن ينزل من الجبنة، فلازم أقطعها كلها. هقطع بالطول والعرض، وهقطع كمان من تحتهم كده بالورب. هجيب السكينة بزاوية وهبدأ أقطع. شايفين ازاي؟ عشان أتأكد إن هي كلها اتقطعت. الكرد ممكن يبقى طري، ممكن يبقى جامد عن كده شوية. شايفين انا عندي كان طري شوية. عايزين تستنوا عليها تاني بعد ما تقطعوها علشان المصل يفصل او الشرش يفصل عن الجبنة، ممكن تغطوها وتسيبوها نص ساعة. او لو مش عايزين تستنوا تاني فاعملوا زي كده، صفوها على طول وسيبوها بقى تتصفى براحتها في القماش بتاع الجبنة او الكيس القماش ده، او اي ملاية عندكم نظيفة جديدة كده تخلوها بس للجبنة. هصفيه بقى كويس، اتاكد اني صفيت كويس قوي المصل، وحافظ بقى على المصل ده او الشرش ده لان ده اللي هعمل منه الجبنه ريكوتا. هفرد بقى الجبنه اللي عندي دي بحيث يبقى سمكها مش رفيعه قوي ومش سميكه قوي، وهحط عليها تقل علشان تصفي كل الميه اللي فيها. انا حطيت شويه مصل او شرش في الحله دي وحطيت عليها التقل ده، وحاولوا تخلي التقل يبقى متساوي، وسبتها لمدة ساعة. ممكن تسيبوها أكتر، وبقلبها كده بعد كل نص ساعة أقلبها على الناحية العكس عشان أتأكد إنها نزلت كل المية. المصل اللي طلع بقى أنا هحطه على النار وهفضل أقلب كده طول ما هو على النار لحد ما يوصل لدرجة حرارة عالية قبل الغليان على طول، درجة حرارة 95. لو ما عندكوش ترمومتر مش مشكلة. وحطيت عليه معلقتين زبادي. أنا يعني الحتة دي ما اتصورتش بس هي الطبق ده كان فيه زبادي أهو. حطيت على الشرش ده معلقتين زبادي، دوبتهم في شوية من المية بتاعت الشرش عشان يبقى سهل يختلط يعني بالشرش. وهفضل اقلب طول ما هو على النار، وهسيبه يغلي لمدة من 10 دقايق لربع ساعة. هفضل اقلب طول ما هو على النار. شايفين هيبدأ كده بقى يتكون الرغوة على الوش ويبدأ يظهر القريش. بعد كده هغطيه واسيبه بقى يرتاح خالص عشان يكون لي الكرد، لان طول ما هو بيغلي مش هيتكون كرد على بعضه. وانا حطيت بس شوية صغيرين من الملح. وهي دي يا جماعة الجبنة ريكوتا او الجبنة القريش اللي بتتباع بره، يعني غالية جدا بقى، ويقول لك الريكوتا الايطالي. كل اللي بعمله بقى باخدها وبصفيها في شاش وبضغط عليها برضو بتقل شوية كده، مش تقل كتير ولا حاجة، واسيبها 24 ساعة في التلاجة. هنا بقى عندي الجبنة الحلوم خلاص. شايفين تماسكت ازاي؟ وحاولوا تخلوا التقل اللي بيبقى عليها متساوي عشان كلها تبقى متماسكة ويبقى كلها سمك واحد.
هقطعها بقى قطع كده زي ما انتوا شايفين، ونبدأ بقى نعالجها المعالجة اللي تخليها حلوم. شايفين بقى القطع عاملة ازاي؟ اولا متماسكة جدا، السمك بتاعها حلو قوي، وزي ما قلت لكم التقل اللي بيتحط عليها متساوي عشان يبقى السمك بتاعهم تقريبا واحد، وكمان التماسك بتاعهم يبقوا كلهم متماسكين، ما تبقاش فيه حته مفروله. اخدت بقى الشرش تحطوا عليه بقى محلب، تحطوا عليه حبه بركه زي ما انا عملت، في ناس بتحب تحط مستكه. وهسيب الشرش هرجعه تاني على النار يغلي، وبعدين هروح حاطه فيه بقى الجبنه، بيغلي على حراره متوسطه مش عاليه قوي، وهحط فيه الجبنه الحلوم. واول ما تطلع على الوش كده معناها انها خلاص استوت. هسيبها على النار تفضل تغلي على حراره قليله مش كبيره قوي عشان الجبنه ما تتكسرش، واعملها معامله كده حنينه لحد ما تطلع على الوش عندي. طلعتها خلاص اهي، حتى هتلاقوها طريه وبتطبق معاكم كده زي الموتزاريلا، بس هي سخنه شويه. وهنا بقى هملحها، احط عليها ملح. برضو هنا انا مش بحب احط ملح كتير، تقدروا تحطوا ملح اكتر طبعا. كل لتر من الشرش ده ممكن تحطوا عليه معلقه كبيره ملح، بس انا بحب يعني الملح يبقى قليل علشان اقدر اعمل الصوصات اللي على مزاجي. عايزه احط زيتون في سلطه مثلا معاها، ما تقيدش بالملح اللي موجود فيها. وعشان بقى تاخد الطعم الحلو انا بنقعها في الشرش تاني بعد ما يبرد. هحطها في الشرش واشيلها في التلاجة من 24 ل 48 ساعة، بتفضل معايا في التلاجة 3-4 ايام، وبعدين اطلعها من الشرش واحطها في اكياس واشيلها في الفريزر. هعمل لكم منها ساندويتش الحلوم المشوي اللي يعني بره بيبيعوه غالي قوي في الكافيهات يعني، وسلطه الحلوم. في افكار كتير طبعا للحلوم، لو عايزين افكار للساندويتشات والسلطات بتاعتها قولوا لي نعمل حلقه مخصوص عنها، بس عشان الحلقه ما تبقاش طويله قوي فانا هوريكم حاجه من الحاجات اللي هي تعتبر غاليه جدا بره يعني. الجبنه لو عايزين ترفعوها رفعوها، بس انا يعني بحب اكتر تكون الجبنه سميكه شويه عشان لما نشويها ما تنشفش معانا. بس شوفوا بتتقطع ازاي، متماسكة ازاي. انا سبتها يوم في التلاجة في الشرش بتاعها. وتعالوا نعمل بقى ساندويتش الحلوم. اول حاجة هعمل صوص البيستو. البيستو عادة بيتعمل بالريحان والصنوبر، بس انا بدل الريحان استعملت نعناع، وبدل الصنوبر استعملت كاجو. تقدروا تستعملوا سوداني، لوز، عين جمل، اي حاجة، اي مكسرات انتوا بتحبوها. ولو ما عندكوش خالص تستغنوا عنها مفيش مشكلة. وحطيت فص ثوم وشوية ملح صغيرين، وهزود بقى زيت زيتون شوية شوية بالتدريج كده. طبعا ممكن بدل النعناع تستعملوا كزبرة خضراء، ممكن تستعملوا بقدونس، بس انا بحب الكزبرة والنعناع اكتر الحقيقة. والنعناع مع الحلوم بيبقى طعمه خطير جدا جدا. يمكن اللي ما جربش الصوص ده هيستغرب ويحس ان هو بياكل حاجة طعمها جديد عليه، بس انا بحب النعناع جدا مع الحلوم وبحبه مع المشويات، برغم ان انا ماليش قوي في النعناع في الاكلات، لكن في حاجات كده النعناع بيبقى حلو فيها قوي. بعد ما جهزت الصوص انا حطيت كمان عصرة ليمون عليه، عصرة صغيرة قوي لان انا مش عاملة كمية كبيرة، يعني اقل من نص ليمونة، نقطتين بس كده. وطبعا لازم تدوقوا الصوص وتشوفوا محتاج ايه وناقص ايه وتحطوه. هشوي بقى الجبنة، حطيت شوية زيت عادي وشويت فيهم الجبنة تاخد لون حلو كده من الجنبين، وبعدين اشيلها. طبعا الجبنه الحلوم من السندوتشات اللي لازم يعني تتاكل في وقتها، لان اول ما تتشوي لو سبتوها بتنشف، بس عادي ممكن ترجعوها الميكروويف تاني وترجع تبقى طريه عادي معاكم يعني. التوست ممكن برضو تحطوه في شويه زيت زيتون في الطاسه على النار عشان ياخد التحميصه دي ويبقى كريسبي كده وهش، ما يبقاش يعني معجن او فيه ميه كده من الطماطم والخضار اللي هتحط عليه. بس انا يعني استسهلت ورحت حطاه على طول في التوستر. قطعت بقى، حطيت الصوص الاول، طبعا حطوا صوص كتير يا جماعه، الصوص طعمه حلو قوي. وبعدين حطيت خس وحطيت شرايح الطماطم حدقوها. ودي بقى ميزه ان احنا نعمل الجبنه في البيت، يعني تقدروا تحطوا زيتون، تقدروا تحطوا اي حاجه، لان الملح اللي انا حطيته كان قليل، فالجبنه يعني تقدروا انتوا حتى كمان تحدقوها، ترشوا عليها شويه ملح. انتوا طبعا اكيد عارفين اسعار السندوتشات دي بره بكام. وفي سلطه حلوم كمان ممكن نبقى نعملها ان شاء الله مره مع بعض في حلقه، بس الساندوتش خطير. هنا بقى الجبنه ريكوتا بعد ما مسكت سبتها 24 ساعه في التلاجة، شايفين متماسكه ازاي، وفي نفس الوقت بسهوله اقدر افرولها، نسبه الميه فيها قليله فحلوه قوي مع السلطات. انا همسكها بقى اعجنها، يا اما تشكلوها كور، اضغطوا عليها اكتر ما تلفوها بايديكوا عشان ما تفرولش معاكم بسهوله. انا شكلتها كور كده
وممكن بقى الكور دي تغطوها بأي حاجة، بسمسم، بحبة بركة، بمكسرات، أو إنكم تاخدوها رول وتلفوها في القماش بتاع الجبنه ده. ممكن تلفوها في بلاستيك، بس خلوا بالكم ان البلاستيك لو دخل بين الجبنه وانتوا بتلفوها لما تيجوا تفكوه ممكن تتكسر معاكم يعني، فالقماش احسن من البلاستيك. وهلفها بس كده عشان تاخد شكل الرول. برضو هضغط عليها عشان ما تتفرولش وما تتكسرش مني. وممكن بعد كده تسيبوها في التلاجة ساعة تتماسك، بس أنا فكيتها على طول يعني عشان كنت مستعجلة عايزة أعمل لكم الفيديو ده. وحطوا بقى غطوها بأي حاجة عندكم، يعني في ناس مثلا ممكن تحط اللي هو الزعتر بالسمسم، ممكن تحطوا زي ما أنا بعمل كده مكسرات. عندي فستق كسرته كده شوية بالسكينة، وعندي زبيب، وعندي هنا اللي هو الورد الجوري، الورد اللي بيتاكل ده اللي بيتعمل منه شربات الورد، برضو بيدي لون حلو قوي، وكمان بيدي ريحة حلوة جدا للجبنة. هحط شوية صغيرين بس كده عشان تدي شكل ولون. طبعا الأفكار كتير زي ما قلت لكم، حطوا سمسم، حبة البركة، الزعتر، اعملوها بأي حاجة عندكم. وادي الرول اهو، هضغط عليه بقى، وهضغط عليه الحاجة دي علشان تمسك فيه كويس بالراحة من غير ما الفه كتير عشان ما يتكسرش معايا. وهقدمه بقى، يا اما تقدموا معاه توست محمص كده تقطعوه 4/4، او البيكرولز هو حلو كمان لانه هو متماسك. يمكن الحاجات الشيبسيهات والحاجات دي بتبقى خفيفة شوية، مش هنعرف نفرد عليها الجبنة يعني، فالأفضل الحاجات اللي هي ناشفة شوية. ممكن البسكوت المالح كمان بيليق معاها جدا. وآخر حاجة بقى رشة العسل الخطيرة على الجبنة دي. وصفتين في منتهى السهولة، في منتهى الجمال، أسعارهم بره غالية جدا، عملناهم احنا بطريقة سهلة وبسيطة، ما كلفتناش أي حاجة غير شوية اللبن، حتى المنفعة مش غالية. والريكوتا او القريش تقدروا تستعملوها في الحلو مع الكنافه، تقدروا تستعملوها مالح زي مثلا ما بيتعمل في صوص اللازانيا. فهم وصفتين في منتهى السهوله والبساطه، افكارهم كتير. لو عايزين حلقه عن الافكار اكتبوا لي في التعليقات، وبألف هنا.